اوقات كتير بنفتكر ان النصر لازم يكون قصاد المدافع، بس في الحقيقه في نوع تاني من النصر بيحصل بهدوء على ترابيزه الاجتماعات، مش في ميدان القتال. من اول يوم في الحرب مصر ما كانتش بتتكلم كتير، كان بتتحرك بين اللي بيهدد واللي بيصرح، بين اللي يولع الدنيا على السوشيال ميديا. كانت مصر بتحسبها بالورقه والقلم، صبر وذكاء وخطوط حمراء محدش قدر يقرب منها. ناس قالت مصر ساكته، ناس قالت مصر خايفه. لكن النهارده بعد ما دخان الحرب بدا يهدأ، الكل شاف مين كان فاهم اللعبه صح. الكل خسر وفازت مصر، لانها ما دخلتش حرب لكنها انهتها، ما رفعتش سلاح لكنها حمت وطن وقضيه وشعب. النهارده هنفهم سوا ازاي مصر قدرت توقف حرب من غير ما تضرب رصاصه واحده، وازاي الرئيس السيسي حول اكبر مؤامره على الشرق الاوسط لاكبر انتصار دبلوماسي في القرن الجديد. انا شيماء توفيق، ودي حلقه جديده من برنامجكم الدنيا مقلوبه، عن اللي حصل بعد ما الدنيا ولعت واللي وقفها على رجليها تاني كانت مصر. النهارده مش مجرد حلقة تحليل، دي شهادة تاريخ. النهارده بنتكلم عن بلد الكل كان بيحاول يطولها والكل خسر الا هي. النهارده بنتكلم عن مصر. لو سألتك مين اللي وقف الحرب، مين اللي منع التهجير، مين اللي خلى العالم كله يجي يوقع عنده، الإجابة بسيطة جدا: مصر. مصر اللي بتشتغل في صمت وبتبني خطوط حمراء محدش يقدر يعديها. النهارده هحكي لك حكاية الهدنة اللي اتكتبت ببنود بس اتنفذت بذكاء مصري من أول لحظة في الحرب. من أول يوم مصر كانت شايفة الصورة كاملة، شايفة ان في حد بيحاول يرسم خريطة جديدة للمنطقة، وحد تاني بيحاول يجرها الحرب هي مش طرف فيها. لكن مصر قالت لا، مش هنسمح بتهجير، مش هنسمح ببلدنا تكون بديل، مش هنسيب حدودنا مفتوحة للفوضى. في الوقت اللي العالم كله بيتكلم كان في راجل في الظل بيشتغل، اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. الراجل ده ما طلعش يعمل تصريحات ولا صور نفسه في مؤتمرات، لكنه كان بيجمع الفرقاء ويخلي اللي ما بيتكلموش مع بعض يقعدوا على ترابيزة واحدة. من اول ما مسك منصبه في اكتوبر 2024 هو بيشتغل على حاجة واحدة: ان محدش يتهجر والدم يتوقف. وفي مارس 2025 المفاوضات في القاهرة بدأت تاخد شكل فعلي، وفود جاية وفود رايحة، أبواب بتتفتح، اتفاقات بتتصاغ، العالم كله بيراقب، وفي النص مصر هي اللي بتدير اللعبة كلها من غير ما تقول كلمة واحدة. لكن خلينا نقول الحقيقة زي ما هي: لو ما كانش في قيادة ثابتة ما كانش ده كله حصل. الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه ضغوط خرافية، ضغوط من أمريكا ومن نص أوروبا، من مؤسسات مالية، إعلام بيحاول يشوه، في ناس بتقول كلام كتير على السوشيال ميديا. بس الراجل ما اتحركش، قال لأ، لا للتهجير، لا للمقايضات، لا لأي مساومة على تراب مصر أو على كرامة الفلسطينيين. ولما كل الأطراف فشلت في فرض شروطها الكل رجع القاهرة عشان يعرف إن الحل هيطلع من هنا، مش من تل أبيب ولا من واشنطن. الاتفاق اللي اتوقع مش مجرد هدنة، ده اتفاق مصر كانت بتسعاله من أول الحرب، بس الطرفين كان لازم يتغابوا شوية. واحد يقولك هنحرر القدس وندمر إسرائيل، التاني يقولك هاخد غزة واحولها منتجع واهلها يمشوا عندك. وبين الاتنين يموت عشرات الالاف من الابرياء، ويموت ابطال من ابناء فلسطين اللي كان حلمهم ارضهم، ويتدمر القطاع ويتشرد الناس، لحد ما الاتنين اكتشفوا ان الحل اللي رفضوه في الاول هو نفسه اللي رجعوا له تاني. اللي حصل ده كله كان تحت ضغط رهيب على مصر: ضغط سياسي، ضغط اقتصادي، تلويح بالعقوبات، ابتزاز بالقروض والغاز، شائعات على السوشيال ميديا، ناس بتهاجم وتتهم مصر انها باعت القضيه. هما في الحقيقه ما يعرفوش ان لولا مصر كان زمان غزه اتفضت وسينا بقت الوطن البديل. اللي كانوا بيصرخوا افتحوا الحدود يا مساروه عايزين يحاربوا، هم نفسهم اللي اخر مره مسكوا سلاح كانوا وهم بيلعبوا بلاي ستيشن وخسروا. واللي بيقول مصر عميله هو اول واحد يقولك فين مصر اول ما الدنيا تولع. ازاي يعني؟ عايز مصر تتدخل؟ اسكت وسيبها تشتغل، يا اما خليك في حالك وما تجيبش سيرتها لما تقع. مصر كانت بتشتغل في كل الاتجاهات، جمعت تركيا وايران على ترابيزه واحده بعد سنين من القطيع، استقبلت لاجئين وضيوف من غير ولا خيمه ولا منه، دفعت مليارات في مساعدات كانت ممكن تصرف على نفسها، لكن فضلت انها تحمي القضيه الفلسطينيه من التصفيه. مصر شالت الحمل لوحدها وصمدت بشرف، وفي النهايه الحرب انتهت ببنود مصريه على ارض مصر. بكره هنسمع حماس وهي بتقول احنا انتصرنا، وهنسمع نتنياهو وهو بيقول احنا اللي كسبنا. بس الحقيقه الاتنين خسروا، محدش فيهم حقق هدف، ولا اسرائيل قدرت تهجر الناس ولا حماس قدرت تحافظ على قوتها من غير تمن غالي قوي. لكن مصر خرجت اقوى، طلعت من الازمه دي مش بس كوسيط لكن كقوه حقيقيه في المنطقه. اسرائيل فشلت في تنفيذ مخططها الكبير، لا تهجير حصل، لا قناه بن جوريون اتفتحت، لا غاز غزه اتنهب، ولا البحر الاحمر اتقفل، ولا مصر اتورطت في حرب. كل حاجه حاولوا يعملوها وقعت. حتى امريكا نفسها كانت عايزه تعسكر البحر الاحمر وتسيطر على باب المندب وتخنق قناه السويس وبرضه فشلت. النهارده قناه السويس شغاله، البحر الاحمر مفتوح والملاحه ماشيه، والجيش المصري على ارضه بالكامل في سيناء.
إيران كمان خسرت أذرعها في سوريا ولبنان وفلسطين، اتضربت في بيتها، والنتيجة الكل خسر ما عدا مصر. عشان كده بنقولها ببساطة، الكل خسر وفازت مصر. مصر فازت من غير ما تضرب رصاصة واحدة، فازت بنصر بلا حرب، فازت بالعقل والسياسة والحكمة، فازت لأنها حافظت على دماء ولادها وعلى كرامة شعبها. في النهاية النصر حقيقي مش في رفع علم فوق أنقاض، النصر إنك تمنع الحرب قبل ما تبدأ وتحافظ على أرضك وعلى جيرانك. مصر النهاردة أكبر من أزمة، أكبر من كلام. مصر النهاردة بتكتب سطور جديدة في التاريخ، سطور اتكتبت بالذكاء مش بالسلاح. وبكرة لما الناس تبدأ تنسب الفضل لنفسها وتقول احنا اللي عملنا، لازم نفتكر دايما ان الهزيمة يتيمة لكن النصر ليه 1000 أب. وفي النهاية مصر عمرها ما كانت بتدور على تسفيق ولا لقطة بطولية قدام الكاميرات. مصر بتشتغل في صمت، ولما تتكلم العالم كله بيسمع. اللي حصل مش صدفة ولا حظ، دي مدرسة اسمها السياسة المصرية اللي دايما بتلعب بالشطرنج والعالم لسه بيلعب كوتشينة. اللي كانوا بيشككوا النهاردة ساكتين، واللي كانوا بيهاجموا النهاردة بيدوروا ياخدوا لقطة جنبنا. مصر مش دولة بتدور على دور، مصر هي الدور نفسه، هي اللي بتقفل الحروب وتفتح السلام، هي اللي بتكتب التاريخ مش بس بتقرأه. فلما تشوف الدنيا مقلوبة حواليك افهم ان مصر لسه واقفة ولسه شايفة ولسه قادرة ترجع الموازين مكانها. تحيا مصر والقيادة اللي خلت العالم كله يعيد حساباته، وتفضل مصر زي ما كانت دايما التاريخ، الحضارة، القيادة والقصر. ربنا يحمي مصر وشعبها وجيشها وقائدها. انتظروني في حلقة جديدة من الدنيا مقلوبة، لأن الدنيا فعلا مقلوبة بس احنا دايما على وش الأرض. كانت معكم الشيماء توفيق، باي باي. بفعل الجرائم الإسرائيلية. فرحة كبيرة. تحيا مصر. الشعور المصريين هم الوحيدين بالعرب اللي وقفوا معانا. كل الاحترام للشعب المصري الشقيق. عاش النصر وعاش السيسي. يعني فرحة عارمة.